أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. هكلمكم النهاردة باختصار على أهمية الحفاظ على كثافة العظام. احنا عارفين إنه مع مرور السن كثافة العظام بتقل، وخصوصا لو كانت الحركة مش كافية، لو كان مفيش حمل كافي على عضلات الجسم. فمع مرور السن وتغيير الهرمونات عند السيدات الكثافة بتقل، وفي ناس كتير بيجيلها هشاشة عظام. كمان لما يكون الأكل ما فيهوش كالسيوم كفاية. احنا عايزين ناخد بالنا من عظامنا، لأنه هشاشة العظام خطر لو الواحد وقع عظامه بتتفتفت. مادام في هشاشة بيبقى صعب انها تتصلح. اللي بيحصل كمان انه من قلة الحركة بعد ما الواحد لا سمح الله كسر الحوض او حاجة بيضطر ما يتحركش، قلة الحركة بتخلي النتيجة في الاخر مية تتكون على الرئة والناس بتموت. صعب نصلح عظم بيتفتفت. اللي بيساعدنا ان احنا نحافظ على عظمنا الاكل المظبوط. هنلاقي كالسيوم في الالبان، في الزبادي، في المكسرات، في الخضار الاخضر غامق، حاجات كتير قوي فيها كالسيوم. فاللي يساعدنا ان احنا نعرف بناخد كفايه ولا لا، لو اسبوع كل يوم نكتب اكلنا ايه ونشوف الكميه اللي اكلناها وعدد المليجرامات بتاعه الكالسيوم. انا اللي اعرفه انه في السن المتقدم شويه لما بيبتدي الهرمونات تتغير، الواحد مفروض ما ياكلش اقل من 1000 مليجرام كالسيوم في اليوم. لو احنا اصغر شويه هيبقى يمكن 700، لكن مهم ناخد كفايتنا في اليوم وفي الاسبوع. فلو كل يوم كتبنا وشفنا كام، بحيث انه في الاسبوع يبقى اخدنا 7000 ملي جرام بتوعنا، كويس قوي. لو لا هنضطر نسال الدكتور بتاعنا ازاي بالمكملات نوصل للنمره دي. وطبعا كمان ممكن قوي نطلع على الانترنت الاكل اللي فيه كالسيوم بانهي نسب عشان نعرف نركز على ايه. غير الاكل، الحركه. لو في البيت الحركات اللي بتساعد على المقاومة للحوض، المفاصل الحوض وكده، انه الواحد يقعد في الوضع بتاع القرفصة ويقوم من غير ما يسند. طبعا لو الواحد ما عندوش لياقة في الأول هيبقى صعب قوي، يبتدي بالتدريج يسند شوية ويقوم. بالتمرين لازم يقدر يقوم من غير ما يسند. الأسهل نبتدي مثلا من على كرسي مش واطي قوي، نقعد ونقوم من غير ما نسند. بعد شوية نشيل حاجة، طبعا تكون مش هتتكسر أو مش هتقع علينا تضرنا، نشيل حاجة ونقوم بيها من غير ما نسند. المعروف كمان الخبط على العظم بيساعد على زيادة الكثافة. الخبط بيجي ازاي؟ من النط. بس تاني لو حد ما عندوش لياقة ما نقدرش نقول له اطلع سلمتين ونط. كل حاجة بالتدريج. الواحد ممكن ينط شوية في مكانه، بعد شوية لما اللياقة تزيد يبتدي مثلا يطلع سلمة وينط، سلمتين وينط، بس كفاية. مش هقول اكتر من كده عشان محدش يقع ويتكسر. في طبعا الجيم، الواحد بيروح الجيم بيعمل تمارين بالمقاومة، المكن لو مش مكن حصص فيها أوزان. بس في الجيم وفي الحصص بيبقى دايما لازم معنا حد محترف عارف بالظبط ايه الأوزان اللي مش هتضرنا وازاي بالتدريج نزود الحمل ده. هنا أنا شايفة في مكن جديد اسمه ايزومتريك، إنه الواحد عشان مثلا الحوض بيقعد على المكنة ويزق برجليه، بس المكنة ما بتتحركش، ما فيش حاجة بتتحرك. فالقوة اللي الواحد بيحطها مفروض إنه يحط قوة ما تقلش عن 4.5 مرات وزنه. المكن ده فيه مؤشر كده بيوري الواحد هو وصل لإيه وعمل 4.5 مرات ولا لأ أو أكتر ولا لأ. فده مكن مخصوص عشان يقوي العظام. لما الحمل بيتحط على عضلة اللي هي بتشد على العظم، المخ مفروض يكون على طول بيقول أنا لازم أحمي العظام، فبيروح باعت مؤشرات يزود كثافة العظام. يبقى احنا كمان لما بناخد بالنا من عظامنا او من اي حاجة لصحتنا، دي علامة انه مفيش انانية. مفيش انانية لنفسي، احب نفسي كفاية اني هاخد بالي من نفسي، ومفيش انانية ان انا هممني اللي حواليا. لانه مين اللي بينضر كمان لما الشخص صحته بتبوظ؟ اللي حواليه، اللي بيحبوه بيبقوا متضايقين له جدا وبيقلقوا عليه، وكمان بيضطروا يساعدوه، بيضطروا ياخدوا بالهم منه، فبيتعبوا معاه. الشخص اللي مش اناني يهمه ما يتعبش اللي حواليه، فبياخد باله من نفسه كويس. ناخد بالنا من نفسنا. هقول بسرعة ايه الحاجات اللي بتقلل امتصاص الجسم للكالسيوم.
النيكوتين، فالتدخين كتير مضر، الكافيين لما بيكتر، قلة الحركة وقلة وضع حمل على جسمنا. يبقى احنا عارفين انه صعب، المدخنين صعب، لكن لو بيحبوا نفسهم وبيحبوا اللي حواليهم هيعملوا المجهود ويلاقوا الطريقة انهم يبطلوا دخان. كافيين في مقدرتنا، برضو صعب للي مدمن كافيين، لكن يحد مثلا لو يقدر يوصل ل3 كوبايات كافيين في اليوم بس، ده هيساعد. وبلاش مع أكل الكالسيوم شرب كافيين. الحاجات اللي فيها كافيين بسرعة، القهوة معروفة، الشاي معروف، الكاكاو، الشوكولاتة، بيبسي كولا. يعني مش هقول بس بيبسي كولا عشان أبقى بعمل دعاية سلبية لحاجة، بس الحاجات دي معروف إن فيها كافيين. خلاص اتفقنا هناخد بالنا من عظامنا عشان ما يحصل لناش هشاشة عظام، وفي سن معين لازم نعمل الكشف اللي يورينا عظامنا كثافتها قد ايه عشان نعرف نتعامل مع الوضع ده. مهم جدا. ومن ضمن الحاجات كمان اللي بتأثر على كثافة العظام الضغط النفسي، وللأسف كلنا بيجيلنا مراحل بيبقى فيها ضغط نفسي كتير. فالحل ده زي ما قلنا قبل كده انه الواحد يلاقي لنفسه وقت يهدى فيه، يروح في حتة فيها منظر حلو، طبيعة جميلة، يحط موسيقى هادية، يتنفس بعمق، يتأمل، عشان أي ضغط نفسي بيأثر على صحة الإنسان بالطرق المختلفة. يا إما بيبطأ عملية إنه العظم يصلح من نفسه. نتبع الحاجات اللي قلناها قبل كده.